طريقة عمل ثمرة القشرة والخشب أو تجزيعة القشرة والخشب باستخدام المسدس ده هيكون موضوع الفيديو. أول حاجة هنتعرف عليها المسدس المستخدم مسدس صغير، أقصى حاجة بتستعملها مسدس رقم الفونيا أو رقم المسدس من 1 ل4، ممكن أصغر من كده. تاني حاجة هنتعرف عليها الدهان المستخدم يا جماعة، اللي احنا بنستخدمه ده دهان دوكو، الرقم بتاعه 1677، بيعطينا لون بني. تالت مرحلة هنتعرف عليها ان انت بتستخدم المسدس ده، بتقفل الهواء بتاع المسدس وبتبتدي ان انت بتتحكم كده ان انت بتقرب ايدك من الشغل بتاعك، وبتبتدي ان انت بتجزع باتجاه ايه، باتجاه الالياف بتاعة الخشب، عشان يبان ان ايه، ان الشغل بتاعك اكنه في النهاية هيبقى ايه، هيبقى زي نظام القشرة او زي تشبيحة الخشب. انت بتستخدم في المرحلة دي ان انت بتهدي الهواء بتاع المسدس، وبتبتدي ان انت ايه، بتقرب ايدك من الشغل كده، وبتبتدي ان انت زي ايه، زي تمانيات كده بترصها فوق بعض، بس بتبتدي ان انت ايه، يعني بتحافظ على ايه، ان انت تبقى ايدك موحدة، بحيث ان الرسمة بتاعتك في النهاية تحس ان هي طبيعية. بتبعد ايدك بقى من الناحية التانية، وبتبعد الحاجات اللي احنا كنا سايبينها مفتحة، بنبتدي ان احنا بنقفلها. هتركز معايا بقى في المرحلة دي، ان بترفع ايدك شوية بدل ما كنت بتقرب، وبتبتدي ان انت ايه، بتسحب الحاجات اللي انت عملتها زي التمانيات والسبعات دي. انت بتبتدي من يعني من راس المثلث كده، بتبتدي ان انت بتدخنه، بحيث ان إيه يعني ده بيدينا زي ايه، زي رسمة الالياف بتاعة الاخشاب، او زي رسمة الالياف بتاعة القشرة والخشب. بعد كده ايه، احنا بنبتدي ان احنا بنكمل الشكل بتاعنا ده، مش الشكل بتاع الخشب، لازم ان احنا ايه، بنسيح الالوان بتاعتنا دي. فبنبتدي ان احنا بنجيب قطعة سلك اللي هو السلك الالمونيا، وبنبتدي ان احنا بنسحب الالوان بتاعتنا، بحيث ان الالوان بتاعتنا تبتدي ان هي تدخل في بعض كده، تحس ان الالوان بتاعتك دلوقتي بقت اكنها خشب. بعد كده بترفع ايدك شوية من نفس اللون اللي احنا بنشتغل به، بترفع ايدك وبتغبر وش في وش لحد لما بتوصل للدرجة بتاعتك. يا جماعة موضوع الفيديو القادم ده شغل قديم زي ما حضراتكم شايفين، هنتعرف على طريقة تجديده لحد لما وصل زي ما انتم شايفين كده. دي يا جماعة فيديوهات بنجمعها لحضراتكم عشان نعرضها على حضراتكم في الفترة القادمة. يا ريت يا جماعة اللي بيتابعني لأول مرة وحابب يستفاد، دي يا جماعة قناة تتعلق بعالم الدهانات. لو حابب تستفسر عن أي حاجة هتسيب لي تعليق، ولو أول مرة بتتابعني هتفعل زر الجرس. دي يا جماعة مرحلة رش الورنيش، بنرش ورنيش نص لامع، فبعد رش الورنيش بيفضل زي ما انت شايف كده. ده يا جماعة بعد من الانتهاء. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك، ونشوفك في فيديو جديد ان شاء الله.